أنت مش مجتمع متدين. واو. لا، لا تعملوش فيه بمشايخ. أنت مجتمع ذكوري ذكوري، والله حقيقة مجتمع ذكوري، مجتمع ذكوري لدرجة إنكم تشوفوا قيمتكم داخل خزقة، شرفكم داخل خزقة، داخل خزق. والله. فين شرفكم داخل خزقة بين البول والدم. ترى الشرف مو بالأجحار. اي والله، الإنسان خلق بدون سروال. الشرف إنك لا تقتل، لا تسرق، لا تظلم، لا تأذي جيرانك، لا ترمي بالأرض. أثبت لكم أنكم مجتمع ذكوري. لو في واحد سافر لأي دولة ثانية وشفتوا معه مزة، واو، منين نتفته؟ من فين جبته؟ يا ابن الذين، شليت الحالي. كيف تجي تعمل مثلك إذا شفتوا بنية؟ تمام. بلا شرف، بلا دين، بلا. أنتم مش متدينين. لا تعملوا ليش نفسكم كل واحد لحيته أطول من الثاني. عاد شنب الفرفراء محترم أكثر منكم. أنتم شعب ذكوري فقط فقط، حقيقة. أنتم مش متدينين. أكثر الذي بعدنا منهم هم أصحاب المسابح. أما نحن نشوف العجب. فعشان كذا أنت تشي تصير محترمة ولا تشي تصير شريف، تمام. لا تأذي جيرانك، لا تظلم، لا تسرق، هذه المصائب، لا تتعدى على القانون، لا. تمام. أما أنك تعمل شرفك بداخل خزقتي. تشوف مكانتك بالهذا، فهذه حكاية ثانية. فهمت؟ والمشكلة منهم اللي يدعوا الشرف، الذي مثل الحمار ميت زبه قايم. اي والله. ولا الذي ولا مين، ولا الذي ذكر زبه ونسى ربه. على هامن يا فرعون. اللهم إنكم إنه ما يعرفوا البنات يتكلموا. ليش؟ لأنه في موقعهم، في مكانهم، ما يعرفوا يتكلموا، ما عندهم حرية الرأي أبدا أبدا، ما عندهم. من طلع جحره قالوا انفضح، شلوكم الجن. ليش الفضايح بالأجحار، في الآسات، في الحب، في العشق، في الغرام؟ لا، ما له دخل. الفضايح في أشياء كبيرة، في النصب، في الاحتيال، في الظلم، في السرقة، في حاجات كثير، في عدم احترام القانون، في عدم احترام الجيران، في عدم احترام الأرض اللي انت فيها. إذا انت على أي بقعة في الأرض تشوف البلد اللي انت فيها كأنها بيتك. بس تعرفوا ليش حتى هنا شوارعهم نظيفة؟ ليش؟ لأنهم يشوفوا بلادهم بيتهم. يعني ما عاد عرفوش، من كثر النصب، من كثر الاحتيال، من كثر المجتمع الذكوري الذي بينهم. هنا ما في تفكير مثل إنسان، فيرجعوا الشرف داخل خزقة بين الدم والبول. فدوبكم فداء. ما في تفكير، انت ما في تفكير، انت ما في انسان، انت ما في انسان، ما في تفكير. لا علشان دين، ولا علشان استقامة، ولا على هامن يا فرعون.
عشان كذا لما تصاحبي واحد عربي، تمام، لازم تعرفي ان التفكير غير، التفكير غير. خذي منه، خذي قدر ما تستطيعي، والله خليهم يقولوا اللي يقولوا عادي، خذي خذي. ما تعتبريش بيقولوا واو، ترى حتى الذي يتزوجوا هو عراب بس بالعلن، ها، عراب مع الضريبة، يدفع له مرة واحدة تجلس 70 سنة شاقي عبدة. مجتمع ذكوري للنخاع، لا ممكن يتغير، لا ممكن يتغير أبدا، تمام. لا يجي يقلب لك فيها عبد حمود من عبد حمود. المهم اوكي يا بنات، خذي هم هذا الشرف يا الشرف هذا في الأجحار، في الأطياز، اخترعوه من المطفرين عشان يعربوكم بلاش، والله خذي. أنا جالسة أهز داخل التانجو، اشتريت بيت الحمد لله، بدون ما حد يلمس شعرة من شعر راسي، وأنا بسط بيتي من خلف الشاشة، انتهى الموضوع. خذي. أما الذي يقول ها رخصت بنفس لا والله، إن خذي قيمة مهر أمه وأخته وقبيلته وعشيرته، وزي فلوس. لا تمشي ورا مشاعرك لا تمشي، خلي قلبك تحت رجلك بس، فهمتي؟ أما لا انت خايفة يبصروا يحريك، ولا انه سور، ولا انه طلع، يا شيخة هي طيز، احنا خلقنا بدون سراويل، الله هو أعضاء من أعضاء الجسد، ما فيش حاجة جديدة، هذه عين وهذه أنف وهذا فم وهذا تيس، عادي والله بنموت بنختنق. خلوكم أقوياء، لا تتبعوا المجتمع الذكوري هذا. مدريش كيف يفكروا ذول العالم.